واخيرا عرفت السر الحربي لعمل البسبوسة. نفس الطعم واللون والملمس والريحة بالظبط زي المحلات الحلواني، مرملة وتحفة، واللون من جوه كراميل حلو جدا مش ابيض، لاني كل مرة كنت بعملها زمان مهما كانت الوصفة كانت بتطلع كيكة. المرة دي مظبوطة بالملي. لو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي ميريام، بعمل وصفاتي بالانجليش وبالعربي عشان هدفي اني اوصل وصفاتنا العربية والمصرية للاجانب قبل المصريين. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تعرفوا كل اسرار الوصفات الجديدة، وكمان ممكن تتابعوني على فيسبوك انستجرام وتيك توك. يلا بينا نعرف سر البسبوسة. اول حاجة بنبتدي بيها هي الشربات عشان نسيبه يبرد شوية قبل ما نستعمله، والشربات هيكون خفيف مش تقيل. 1.5 كوباية من السكر معاهم 2 كوباية مية وباكت من الفانيليا، ده اختياري بس بيدي طعم حلو قوي. ممكن عصرة ليمون او ربع كوباية من عسل الجلوكوز، بس انا مش بستعمله. هنسيبها على النار تغلي، واول ما تغلي نسيبها 5 دقايق وبكده خلاص نطفي عليها. بالنسبة للبسبوسة بقى، سر البسبوسة مش في المكونات ولا بنستعمل سمنة ولا زيت. سر البسبوسة في طريقة التسوية. في حلة يستحسن تكون نون ستيك هنحط 1 كوباية من السكر ونسيحها. انا هسيب لكم المقادير بالظبط في الديسكريبشن بوكس بالجرامات، لكن مبدئيا ممكن نفس الكوباية اللي بنستعملها نستعملها معيار لكل حاجة. لو حسيتوا ان السكر كلكع ما تقلقوش، سيبوه على نار هادية وقلبوه لغاية لما يسيح خالص. وبعدين هنحط نص كوباية سمنة، يستحسن تبقى سمنة مش زبدة. وبرده ما تقلقوش لو قلبتوا حسيت ان هي مش بتتجانس مع بعض. بعد كده هنحط كوباية من الكريمة اللباني ونقلب، وبرده ما تقلقوش هتكلكع منكم شوية، سيبوه على نار هادية وقلبوا لغاية لما تسيح خالص. واول ما كل حاجة تسيح وتتجانس مع بعض سيبوها على جنب. في طاسة يستحسن انها تكون نون ستيك هنحط 2 معلقة كبار من اللبن البودرة وهنحمصهم. برضو ما تقلقوش انكم اول ما هتحمصوا اللبن هتحسوا ان هو بيكلكع مع بعض وبيكتل، مفيش قلق خالص. افضلوا قلبوا فيه لحد ما ياخد لون جولدن براون كده يبقى حلو. حاولوا بقدر الامكان انكم تدوسوا عليه وتفرفتوه من بعض عشان ياخد لون حلو. هنسيب اللبن يبرد شوية وبعدين هنحطه في مصفى تكون ضيقة شوية عشان ننخله. الخطوة دي ممكن تعملوها في الاول خالص قبل حتى ما تبتدوا، لكن لو عملتوا زيي ونسيتوا تعملوها في الاول مفيش مشكلة ان احنا نسيب خليط السكر على جنب لحد ما نخلصها، ولما نيجي نشتغل بالسكر تاني نحطه على نار هادية خالص لحد ما يسخن. وبعدين نزود 680 جرام من السميد الناعم اللي هما تقريبا 3 كوبايات، ومعاهم اللبن البودرة اللي احنا نخلناه، وهفضل اقلب على نار هادية جدا لغاية لما اتأكد ان كل حاجة تجانست مع بعض. بعد كده هحضر الصينية اللي هسوي فيها وادهنها بشوية سمنة. انا هنا استعملت مقاس 34 عشان مش عايزة البسبوسة لا تكون تخينة قوي ولا رفيعة قوي. وبعد كده قطعوها بالشكل اللي انتوا تحبوه، ممكن مربعات، سمبوكسات، اللي انتوا عايزينه. هنقطعها قبل ما تخش الفرن وهنقطعها تاني بعد ما تطلع من الفرن. ممكن كمان تستعملوا مكسرات لو انتوا بتحبوا المكسرات تحطوها على كل مربع. انا جوزي والولاد بيحبوها سادة فعشان كده بعملها سادة. هدخلها الفرن 425 فahrenheit او 280 سلسيوس من 14 ل 18 دقيقة. كل فرن بيختلف عن التاني، فخلوا عينيكوا عليها لحد ما الاطراف تبقى لونها ذهبي. واول ما تطلع هنقطعها تاني على نفس الخطوط اللي قطعناها عليها قبل كده. نكون مجهزين الشربات ونبتدي نسقيها. انا مش بستعمل كمية الشربات كلها، بستعمل تقريبا نص الكمية او 3/4 عشان ما بحبش ان هي تبقى مسكرة قوي، بس طبعا دي حاجة في ايديكم تزودوا او تقللوا كمية الشربات. المهم بعد ما نسقيها نسيبها تتشرب وتهدى خالص. البسبوسة اصلا بتبقى احلى لو قعدت على الاقل 4-5 ساعات. طبعا انا ما عنديش صبر، سبتها تهدى نص ساعة بس وحبيت اوريها لكم. مش قادرة احكي لكم على حلاوتها وازاي هي طالعة بالظبط زي بسبوسة محلات الحلواني، نفس الطعم واللون والريحة والملمس وكل حاجة. هنا بعد ما سبتها بس نص ساعة ترتاح، وهنا بعد ما سبتها تقريبا نص يوم كله. فضلت مرمرة ولا نشت ولا قلبت كيكة، بالظبط زي المحلات. جربوها بالطريقة دي وادعولي، هتبطلوا تشتروا بسبوسة من اي محل بره. بون ابيتي، او زي ما بنقول في مصر بألف هنا وشفا.